أثناء الموت وماذا يحدث بعده؟ الثواني واللحظات الأخيرة قبل أن نفارق الحياة وما بعدها. فالعلم يقول أن الدماغ يظل يعمل لثوان بعد توقف القلب، فهذه الثواني القليلة ماذا يحدث فيها وماذا يرى الإنسان؟ فلأول مرة في التاريخ يتم تسجيل هذه اللحظة بعد أن حيرت هذه الأسئلة العلماء لقرون طويلة، فأخيرا وصلوا للإجابة الأكيدة بعد أن نجح فريق علمي في تسجيل آخر لحظات لسيدة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما. كانت التجربة والكشف محض صدفة، فلم يكن مخططا له في الأساس. أصيبت هذه المرأة بالصرع، وبسبب قوة النوبة وضعوها على جهاز لقياس تخطيط الدماغ الكهربائي، إلى أن أصيبت بأزمة قلبية وتوقف قلبها، ولمدة 15 دقيقة سجل الجهاز نشاط الدماغ قبل الموت وبعده، ليجعل الأطباء والعلماء بالصدفة البحتة قادرين على دراسة نشاط الدماغ في لحظات الحياة الأخيرة. فركزوا دراستهم على آخر 30 ثانية لعمل الدماغ، 15 ثانية قبل توقف القلب، و15 ثانية بعد توقف القلب. فظل الدماغ يعمل ل15 ثانية وحده، ليلاحظوا زيادة كبيرة جدا في موجات الدماغ المعروفة باسم تذبذبات جاما. وتشارك هذه الموجات في أنشطة مثل التأمل واستعادة الذاكرة والحلم، بالإضافة إلى زيادة في تذبذبات الدماغ الأخرى. وتساعد هذه الموجات مجتمعة على التركيز والحلم والتأمل واسترجاع الذاكرة ومعالجة المعلومات والإدراك الواعي، تماما مثل تلك المرتبطة باسترجاع الذاكرة. ليؤكد كلامهم على كلام الأشخاص الذين اقتربوا من الموت حينما استرجعوا حياتهم كاملة منذ الطفولة. كل ذكرى باقية أو مدفونة عميقة في الدماغ استرجعوها في شريط سريع للغاية خلال 30 ثانية فقط. استرجع الدماغ ذكريات عشرات السنين، وكأنه يعرض عليهم أعمالهم في الدنيا قبل انتقالهم للعالم الآخر، حيث يكون الدماغ شاهدا على عملهم في الحياة. وبالرغم من أن الدراسة لم تؤكد 100% هذه الفكرة، إلا أن الاكتشاف كان مرعبا ومخيفا ومربكا للأطباء. ففي عام 2017 أجريت دراسة على 264 شخص قد واجهوا الموت وعادوا بعد أن ماتوا للحظات، وبعد استجوابهم وسؤالهم فتبين لهم أن شريطا مر أمام عيونهم يظهر ذكريات الماضي من أحداث وشخصيات جميلة كانت أو حزينة، خصوصا اللحظات العاطفية في ترتيب زمني غير منظم. ففي تصريح لأحدهم قال مرعوبا: تشعر أنك خارج الزمن، ولا تعرف إن كان كل ما عشته مجرد لحظة أو قرون طويلة. وكثيرون منهم أكدوا أنهم كانوا واعين جزئيا وشعروا بألم الأشخاص الذين تسببوا لهم بألام خلال حياتهم حينما استرجعوا هذه اللحظات، حتى أنهم شعروا بالسعادة حينما تسببوا لأشخاص بلحظات سعيدة، وكأنه مشاعر هذه الأشخاص خزنها دماغهم واحتفظ بها ليريهم ما فعلوها من أشياء سيئة وأشياء جيدة في حياتهم. فتخيل كيف سيشعر مجرمي الحروب والديكتاتوريين في آخر لحظاتهم، وكيف سيشعر الأبطال وفاعلي الخير في لحظاتهم الأخيرة.